السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أغلى اخوات في الدنيا، عاملين ايه؟ بقالي كتير ما صورتش معاكم، فالنهاردة هعمل الفول النابت. قلت اصوره معاكم يا حبايبي. ده كان فول عندي في التلاجة، اللي هو فول بتاع المطعم، كان اللي هو الصغير بتاع التدميس. فالصراحة انا ما بعملهوش، فنبته الطريقة انا منزلها على القناة. نبته زي ما انتم شايفين كده، وقلت اعمله فول نابت احسن. بقالي كتير قوي 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 ما عملتهوش. غسلته اهو، سايباه يتصفى، ومطلعه التوم ده انا مفرزاه في الفريزر، مطلعاه يسيح شويه، وجايبه له بصلايه، وهحط له طماطمايه. وهنا حطاله على النار ميه تسخن، مش تغلي يعني تسخن، وانزل فيها الفول على طول علشان ما يسودش. وهحط له توابل وكل حاجه، بس خطوه خطوه. بس قلت اوريكم الاول انا هعمل ايه. دلوقتي انا هنزل الفول في الحله. معلش يا محمد جاي وانا بصور يشتكي لي من النحل. معلش. هفضي الفول، هحطه في الحله، وخليكم معايا. ما تنسوش يا حبايبي الاشتراك في القناه، الناس اللي مش مشتركه، وتفعيل الجرس على الكل، وتحطوا لي لايك وتعليق حلو منكم بشفا محمد واحمد يا رب. معلش صوتي تعبان شويه، لان جنى امتحاناتها بدات النهارده السبت، جنى سنه رابعه ابتدائي، فانا متعوده على السهر. ف يعني خفت انام من الساعه 4 مثلا، ما اقدرش اصحى الساعه 7، فقعدت صاحيه بقى. الدنيا ملخبطه معايا من قله النوم. خليكم معايا يا حبايبي. قطعت هنا البصلايه والطماطمايه وحته التومه. هو بيتعمل له طشه زي الملوخيه، بس انا برضو ايه، ضفت له يعني حته تومه كده مع الشوربه، لان الشوربه يعتبر انت اللي هتطعميها بالحاجه اللي هتحطيها، فاهمه قصدي؟ الشوربه حسب ما انت اللي هتطعميها. فانا قلت احط ايه، حته توميه كده تديله طعم برضو. كان المفروض ان انا اعصر معاه ليمونه او ليمونتين، وارمي قشرهم علشان ما يسودش، وان شاء الله مش هيسود. بس الصراحه ما عنديش ليمون، وجانا جت من الامتحان نامت، فمستنياها على ما تصحى تجيبلي وكده. بس عادي برضو ما يجراش حاجه يعني، خليه يستوي كده عادي. التوابل مش هحطها دلوقتي، هوريكم الخطوه اللي بعد كده. كده بس هو تمام قوي وزي الفل. بس كانت هي ناقصاني خطوه الليمون، لاني ما عنديش. وجانا طبعا نايمه، بس حبيبي وجانا طبعا نايمه. خليكم معايا يا حبايبي. عملنا يا جماعه، خلاص خلصنا اهو. جنجون صحيت من النوم، جابت لي ليمون زي ما قلت لكم، وعملت له طشه كده زي الملوخيه، بس صورت بس ما كنتش دايسه على الاوكي، فالمقطع ما جايش اهو يا حبايبي. طبعا هو غمق سنه عشان كان لازم الليمون يتحط في الاول، بس والله طعمه وريحته جميله. حطيت عليه كمون، وحطيت عليه فلفل اسود، ومكعب مرق مع البصلايه مع حته التومه مع الطشه، الصراحه تحفه. جميل. وعملت عيش في الفرن، حمصته اهو، عيش عادي، وحطيته في الفرن حمصته اهو. وهروح بقى اكل انا ومحمد ابني. واقول لكم يا حبايبي ما تنسوش اللايك وتعليق حلو منكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.